لا تضيعون الأجر العظيم هذا. إذا اتصل عليك واحد وطلب منك حاجة أو خدمة أو معاملة، شيء يعني أنت يمكن تقدر عليه حتى لو ما تقدر عليه، بس تمشي في حاجة أخوك المسلم، لا تقول هذا راعي مصلحة، هذا ما يجين إلا عند الحاجة. احذر. لازم تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث عظيم: إن من الناس، في ناس يختصهم الله يختاره لمنافع الناس، الله يخليه لينفع الناس، ما بذلوها، فإذا منعوها حولها لغيرهم. إذا الله اختارك في طريق الناس وجعلك أنت الآن مقصد لقضاء حوائج الناس، ترى هذا أجر عظيم. ابن عباس رضي الله عنهما كان معتكف في المسجد، وجاه واحد قال ابن عباس عندي حاجة كذا، فقال ابن عباس قطع الاعتكاف وخرج معه. قالوا تقطع اعتكاف يا ابن عباس؟ قال والله لأن أمشي في حاجة أخوي المسلم أحب إلي من اعتكافي في المسجد شهر. لا تضيع الأجر. احنا نقول سوي خير، قطع بحر، قطع بحر حسناتك.